السلام عليكم، بخير، تنتمنى تكونوا مزيان. مهم اليوم عندي واحد لا كوموند للمبتدئات اللي بغاو يبداو يخدموا هكا، يعني راه فيها الخير والبركه، واخا تكون شويه متعبه. الحمد لله. كانت عندي واحد 80 بلاطو، يعني تنقولوا 80 بلاطو، راه تنقولوا 800 ديال البشر، 800 ديال الناس اللي كانوا عند هذا مالي العرس. وكانت عندي 800 اخرى. سبحان الله، جات واحد الصدفه اللي غريبه. يعني هذوك الناس حطوا عندي على اساس عندهم 800 ديال الناس، وجاو ثاني ناس اخرين حطوا عندي 800 عندهم حتى هما 800 ديال البشر. المهم خدمنا الصابلي هو الاول. حيدتو لان الصابلي قاصح في الخدمه. حيدتو، كانت عندي 800 حبه من كل شكل، عندي 5 د الشكال، عندي الصابلي، عندي الفقاص، عندي 3 الشكيلات ديال الصابلي، وعندي وحده معمره ديك المفلحه. 5 د الشكل. في الاخر غادي نقول لكم شحال شديت ثمن هاد البلاطوات. وكانوا عندي البواطات. هاد الناس بغاو البواطه فيها حتى هي 5 د النويعات ديال الحلوى، 5 د الشكيلات، ولكن يكونوا في البواطه. هما تيبغيو في الاخر منين تسالي الماكله وتسالي تيبغيو كل واحد يعطيوه البواطه ديالو. كانت عندنا 800 بواطه. عرفتي راه تبارك الله، راه ما هماتناش الخدمه ديال الحلوى، ولكن قد ما محنونا البواطات في الطعمار وفي السدان ديالهم. المهم ساعدتني تا واحد السيده الله يجازيها بخير، تنتمنى لها الشفاء يا ربي. يدعيو معاها كاملين تشافى ان شاء الله، راها رجليها الله يشافيها مسكينه. المهم غادي نبداو على بركه الله. انا هادو غير شاركتهم معكم، ما كانش عندي الوقت فين غادي نصور كاع هذا الكم، ما كانش عندي الوقت. انا غادي نشارك معكم غير واحد 6 د البلاطوات وواحد 2 بلاطوات اخرين. بالنسبه لي انا هاد الخدمه دابا مع ولفت خدمه كثيره تتجيني سهله، ما تيجيونيش هاد الكميه هادي صعيبه. يعني هادو خدمت يومين لا هكاك سهله. اللوز كما شفتوا رانا درتو في الماء طايب حتى تبخ شويه، وفسختو. تنديرو انا في الميكا، ما تنخليهش في الماء باش ما يشربش الماء. تيتبخ، تيطلع الغليه، تنديرو في بلاستيكه، تنصفيه من داك الماء وتنديرو في بلاستيكه وتنفسخو وتنشللو بالماء بارد وتنشرو في واحد الزويف. تيبقى مهوي، تيبات ليله كامله. صافي تينشف من الماء تماما. صافي تنحيدو، تنطحنو في الهاشوار، تنهرمشو غير تيتهرمش، تيولي بحال الكسكسو. ضروري من هاد المرحله الا بغيتو تخرجوه للزنقه، اولا كانت عندكم الماكينه بحال اللي عندي في الدار، يعني تيجي اللوز الملمس ديالو ملس. الا ما طحنتوش اللوز المره الاولى ما تهرمش، راه ضروري تيبقاو فيه الطريفات. هانتوما لاحظتوا فاش تخرجوه حتى للزنقه، الا ما نقيتوهش من دوك الطريفات ديال اللوز تيبقاو شي طريفات صاينين. هاد الطريقه ما تتخليش اللوز يبقى صاين. غادي نزيد ليه قريصه ديال الملحه لتصحيح الذوق، وغادي نزيد ليه 400 غرام ديال سنيده. ضروري ما ديروش 500 غرام، ما ديروش نص كيلو، تيجي تاني حلو بزاف. وبحال فاش يكون يطيب بحال تتشمع ليه ديك السنيده، ما تتخليش اللوز يبقى فتي وزوين. انا زدت عليه 400 غرام كيلو لوز، زدت عليه 400 غرام ديال سنيده. انا عندي 6 د البلاطوات. عندي هنايا كيلو ديال الطحين الفورس، عندي نص رابعه ديال الزبده تكون سبيسيال، اما سونطرال اما زوده، المهم زبده زوينه ديال الماكله. عندي 3 د الكيسان، عندي 2 كيسان ديال المزهر، وكاس ديال الماء من الروبيني، هي 3 د الكيسان. وعندي 2 معالق ديال العسل حسن من سكر كلاصي، و3 د المعالق ديال الزيت الروميه. هذا هو المقادير. كيلو طحين، 3 د الكيسان ديال الماء، 2 مزهر وواحد من الروبيني، وعندي 2 معالق ديال العسل، قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. هذه هي العجينه، وتكون العجينه مرخوفه بحال العجينه ديال المسمن. ما تعجنوش العجينه قاصحه ديال اللوز. هذه زعما انا عن تجربه، لانني خدمت انا اللوز دابا راه وليت نخدمو بواحد الطريقه اللي كثيره، ربما تنخدمو شي خطرات يوميا. يعني فاش كنت تنخدم بالعجينه قاصحه، النقش ديال اللوز ما تيبقاش هو هذاك، ما تيبقاش شاد ديك لا فورما لا فاش نقشتو. منين وليت تنعجن العجينه الملمس ديالها رطب بزاف، تيبقى ليا النقيش، وتتبقى ليا كيما نقشت الحلوه تتبقى شاده بلاصتها. المهم غادي ندلكوها واحد شويه. صافي تدار في بلاستيكه، راه تدلك راسها في بلاستيكه، يعني ما كاينش علاش كاع تبقاو تدلكو فيها، غير تجمع صافي. تتكون رطبه بحال العجينه ديال المسمن تماما، بحال عجينه المسمن.
صافي غادي نجيب بلاستيكه غادي نديرها فيها من بعد ما تجمعات. صافي داك القدر اللي عطيتكم ديال كيلو 3 د الكيسان هذاك هو تيجمعوها نيشان، ما تزيدوا عليه ما تنقصوا، واخا يكون الطحين تيشرب ولا ما تيشربش. هاد المقادير بالضبط. انا كاع الطحين راه شحال من طحين جربت. هنا اللوز من بعد ما برد من الطحانه ما تدلكوش اللوز وهو يلاه مطحون، لان تيكون سخون تيطلق الزيت بزاف. خليو اللوز حتى يبرد شويه، تبرد العجنه عاد بداو تعجنوا فيها. غادي نعجن هنايا بنص كاس ديال المزهر. ما تكتروش مزهر اللوز لان كاوكاو تيشرب المزهر، اللوز راه ما تيشربش مزهر. نص كاس باش تنعجن انا كيلو نيشان، وجوج معالق ديال الزبده سبيسيال. هاد العجينه اللي عطيتكم ديال اللوز وهاد العقده ضروري من الزبده سبيسيال. ما ديروش راه ماشي زعما شي حاجه كثيره، لان اللوز اصلا راه تتشدوه بواحد الثمن اللي مزيان. يعني ما كاينش علاش تخسروه بالمارغرين. المارغرين راه تتخسر اللوز بالضبط. نقولوا الصابلي ماشي مشكل، راه تيتعجن بها تديري النكهه تديري تتخبى ديك الريحه، ولكن اللوز راه ريحه اللوز خصها تبقى. يعني الزبده سبيسيال تتخلي فيه حتى هي واحد اللذه زوينه وواحد العضه زوينه وتيبقى فتي. صافي غادي نبقى ندلك فيه على الاقل راه 10 دقائق اللي تدلكوا اللوز باش يولي الملمس ديالو رطب. وغادي نعطيكم واحد السر اللي تيخلي اللوز الملمس ديالو يبقى رطب ويبقى زوين، وفاش تيطيب ما تينشفش اللوز من الداخل، تيبقى اللوز فتي. ديك العضه اللي تتعضي تيبقى اللوز رطب وزوين. المهم انا غادي نستمر. راه ما تنبغيش نقطع الفيديوهات، راه ما تنمونطيش شي مونتاج زعما اللي تنحيد هادي ونقص هادي، ما تنديرش هذيك الطريقه كاع. يعني ما عنديش حتى الوقت ديال المونتاج فاش تكون الخدمه. الناس اللي تيخدموا راهم عارفين، راه عارفيني علاش تنهضر. يعني راه الوقت ما تيكونش، اللي تيشد لي كوموند راه ما تيكونش عنده الوقت. يعني راه دغيا الا طيبتي لولادك وصليتي صلاتك راه الحمد لله. يعني تيكون الوقت ما كاينش. صافي غادي نبقى ندلك تدلكي وتتقلبي فيها. ما تزيدوش المزهر، المزهر راه تيقصح اللوز، المزهر راه تيقصح العجينه ديال اللوز. صافي انا اش غادي ندير؟ غادي نغلي واحد الربيع كاس من الروبيني، 4 كاس جهد 2 معالق. غادي نغليهم حتى يطيبوا مزيان. غادي نخويهم على داك اللوز وغادي ندلك ندخل هذوك 2 معالق ديال الماء طايب اللي درت. غادي يولي واحد الملمس. جربوه الناس اللي تيخدموا اللوز يجربوا هاد القضيه ويردوا عليا الخبر، لا بالنسبه للوز لا بالنسبه للكاوكاو. راه واحد الملمس تيعطيه، والحلوه ما تتنشفش، تيجي رائع، تيجي فن. المهم جربوا هاد القضيه. راه ما تنقول لكم شي حاجه الا عن تجربه، الا ما جربتها راه ما تنقولهاش. بغيت انا غير الله يرحم الوالدين، يعني الله يرحم الوالدين هذه هي اللي بغيت. واللي بغى الله يرحم الوالدين واللي بغى الاجر خصو ما يخبي حتى حاجه. المهم انا 6 البلاطوات رانا خدمتهم، يعني خدمتهم ياد قبال ما تيكونش عندي الوقت كما قلت لكم ديال التصوير وديال باش تقابل الدار، وباش هنا صعيب باش توفق ما بين كل شيء. المهم تنحاولوا هكا وهكا. واحد تيبغي يعاون راسو. الخدمه ديال الحلال زوينه زوينه ومخيره. خدمت هاد الورده وخدمت الكعبه وخلاص. انا كنت خدمت المعلكه، خدمت شي انويات ديال الصابليات، خدمت. دابا نوري لكم البلاطوات ان شاء الله ملي غنستفهم في الاخر. ولكن انا غادي نوري لكم كيفاش تخدم الكعبه منقوشه بطريقه سهله فواحد 2 بلاطوات اخرين عندي هما اللي غادي نوري لكم ان شاء الله. غنوري لكم الطريقه. هاد الكعبه رانا خدمتها، ها هي دابا تتنشف غادي تبات. غتشوفوا فيها راه باقا بيضاء. غادي تبات، غادي تغير اللون ديالها لان غادي تنشف مزيان. انا راه ضاله هي النهار كامل، يعني راه بدات تتنشف مادام وليت تنهزها بديك الطريقه، والا راه بدات تتنشف. هاد السيده بغات هاد الوريضه، غادي غير الوريضه فوق العجينه، يعني عجينه نيت وتنصايبوا منها الوريضه. هاد السيده الاخرى بغات الورده، بغات الحلوه معمره بالكركاع. انا هنا غادي نخدم معكم الكعبه باش غادي نوري لكم الطريقه بطريقه مو بساطه سهله، يعني ما صعيباش. هي الكعبه راه متعبه في الخدمه، والكعبه راه زايده شويه في الثمن على الحلوه كامله. يعني الكعبه راه زايده في الثمن، وهاد المنقوشه زايده شويه في الثمن حتى على الكعبه العاديه. ومهم حنا تنتصايبوا في الثمن باش ما تتخسريش الوجوه والحباب. وراه الوجوه
ماشي الصراحه، الوجوه راه ما تيتعوضوش، وما الفلوس راه تيمشيو ويجيو. تنخدموا على قبل الفلوس، ولكن الفلوس ثاني راه ماشي كلشي باش تخسري عليها الناس. يعني باش يبقاو عندك الكليان، باش يبقى خصك شويه تصايبتها في الثمن، راه الله يحسن العوان، تا واحد ما كره. صافي تندير فيها 15 غرام. هذه ديال البلاطوات تندير فيها انا 15 غرام، اللي ماشي ديال البلاطوات تندير فيها 18 غرام. صافي تندير ديك الكعيبه لداخل. صافي ما تشكليها ما حتى حاجه، عادي هزيها حطيها فوق الكاس، غير غطيها بالعجينه، حطيها فوق الكاس، فوق داك الفم ديال الكاس، كاس كيما كان ديال العنبه ولا اي كاس. صافي تنبدا تما، تنبدا نقاد فيها. شتي ملي تنحطها فوق الكاس تنبدا نقاد فيها. اللي ما تتعرفش الكعبه بغات دير غير العاديه، حتى هاد الطريقه راه مزيانه. اللي بغات تعلم النقش، هاد الطريقه هي اللي تبقى تخدم بها. صافي غادي نبدا نخدم فيها في الجنيه، غادي نبدا نقش، تجيك ساهله. يعني راه محطوطه فوق الكاس مسهله عليك، تتهزيها تترفعيها من فوق سطح العمل، يعني تجيك سهله في الخدمه. صافي تنبدا نقشه على اختها. دابا هذاك المنقاش ما تتخليوش داك الفم ديالو واسع، تتخليو دوك السنينات مقاربين في السده. يعني تنقش وحده، تنقش الاخرى، تنعضف اللي حداها نيت، تنعضف اللي اختها اللي اختها اللي اختها اللي اختها، سنينه تتعضف سنينه باش تجي منقشه على اختها. بغيتو تميلوا باش تجي السبوله، بغيتو تنقشوها عاديه، يعني هي تتولي في الحالتين تتبان زوينه. كي ميلتوها باش تجي السبوله كيتنقشات عادي. هانتوما شفتوا الطريقه. صافي تنهزها من فوق الكاش، تنحطها، تنقاد لي هذاك الرويس ديال داك التويج باش يبقى واقف. صافي غادي نقطع بعض القطاعات هادو ديال البيتزا، تنقطع بالصغيره، ديك اللي تحت من الكبيره فاش تكون عندي الكعبه الكبيره ديال 18، هذه ديال 15 نقطعوها بهاد القطاعه اللي تحت من الكبيره، اللي صغر من الكبيره. صافي تنخرجوا لي هادوك السنينات، تنرجعوا نقادو واحد شويه. حاولوا ما تقيشوش النقش بيديكم، النقش ما تقيشوش باش يبقى شاد ديك لا فورم ديالته، باش تبقى النقشه مشدوده في بلاصتها. هاد المنقاش هذا ديال الجنيبات وديال التويج ديال الكعبه. هذاك الاخر هو تنقشوا به داك ديال النحاس، اما هذا هو اللي تنقادو به داك الدوره ديال الكعبه، وتنقشوا به ثاني داك التويج ديالها. صافي تنبقاو هكا كنلقيو بيدينا باش الكعبه ما تطيحش، خسري هذاك التويج باش تبقى واقفه شاده راسها. صافي بهاد الطريقه غادي نقادو داك التويج تا هو تنقشوه بحال باش تيعطينا داك المنظر. هذيك تنمشيو لهيه وتنرجعوا ثاني نمشيو لهيه باش تجينا الكعبه بحال واحد الخط غادي هكا وواحد الخط غادي هكا. يعني راه تنتمنى نكون وصلت المعلومه والشرح يكون هو هذاك. صافي بهاد الطريقه بحالك. هادو الكعبه ديال البلاطويات، لان الا كانت الكعبه في البلاطو كبيره ما تعطيش فيه منظر، وبحال ما تيهز لكمش البلاطو، تتجي عايبه الحلوه. 15 هي البلاطوات. هذا جوج بلاطوات اللي عندي، كما قلت لكم هذوك 6 راه خليتها تتنشف. هذا جوج، طالبه الساقيه والكعبه والشهده وهاد الورده، وانا جبت جوج ديال لي صابلي اخرين. الصابلي رانا مازلت غادي ندير معكم في واحد الفيديو، غادي نوري لكم العجينه ديال الصابلي، وليت تندير فيها واحد نقولوا حنا واحد السر اختي باش تفرجوا في الفيديو معايا. اللي تيجيبها مقرمشه وتيجيبها زوينه وتيعطيها واحد اللون، داك اللون البني اللي زوين في الصابلي. الصابلي خايب يجي ابيض، زوين الصابلي يجي ويعطي واحد اللون اللي زوين. صافي نعاود معكم كعيبه اخرى. صافي هكا تندخلوا هذيك 15 غرام. صافي تندخلها في العجينه، تنقطع العجينه عادي عشوائي. صافي تنبدا نقاد بها في الكاس راه تيصايبها. انا الا ما كانش الكاس ما تنقصهاش ضروري. انا دابا ولفت نقص فوق الكاس، ما نعرفش نقصها فوق سطح العمل. نقصها فوق الكاس تجيني سهله، وتجي حتى هي مقاده وتيجيو حجم واحد، ما تجيش وحده مفوته على اختها، تيجيو بحال الكعيبات قد مع بعضياتهم. غير تعبروا نفس الغرامات، تجي 15 غرام في الكعبه كامله. والكعبه راه تتبغي تجلسي وتعطيها الخاطر وتجلسي ليها اللارد، يعني تخدميها. هي تتبغي شويه ديال الوقت على الحلوه كامله. فاش تكون عندك الكعبه في لاكومون
في الحلوه سبقي الكعبه هي الاولى، حيديها عليك، ما عندكش فيها المشكل، تتبقى صابره هي بحال طابت ديك اللحظه، بحال ما طابتش غير تنسف، طرفيها عليك وخليها فين ما طابت، ما تيطرى ليها حتى حاجه. وإلا طابت دير ليها الناباج ديالها، ديرها في بواطه، غلف بلاستيكه، سدي عليها ما يدخليهاش الهواء، تبقى حتى شهرين ما تيطرى ليها حتى حاجه، تتبقى هي هذيك. صافي تاكدي من الحلوه راه ناشفه مزيانه، في واحد السطل اللي نقي ولا في واحد البواطه ما تشم حتى ريحه، تبقى الحلوه من داك الشيء الرفيع. صافي غادي نشد بهذه الطريقه، صافي غادي ننقش ليها تاني ديك الداره التحتانيه. انا راه تنخليها كبيره شويه، لان كانت الكعبه تتبقى تهرس ليا ملي كنت نديرها غير صغيره تتهرس وبحال تتعيب. وليت تنخلي ديك الداره التحتانيه شويه كبيره، تتشد حتى الطياب، تتجي محمره، تتجي فنه. وحاولوا شويه خليو الحلوه ديال اللوز شويه طيب، ماشي تاني تخرج بيضاء من الفران. خليو شويه العجينه طيب باش يجي مذاق ديال اللوز، ما يجيش المذاق ديال العجينه. خص العجينه ما يجيش المذاق ديالها كاع باين، تيبدا الانسان ياكل حلوه اللوز. صافي غادي نكمل. انا راه خليت غير بحال جوج حبات من الحاجه، هما اللي باش نصور معكم ونوري لكم الشرح ديالهم. صافي. اما انا راه تنخدم شي خطرات بالليل باش تكون عندي الخدمه كثيره، راه تنحيد عليا الخدمه، ما تيكونش عندي الوقت ديال التصوير. هذا علاش ما تنلوحش الفيديوهات ديما. نتمنى نبدا نلوح دائما ونشرح بطرق اللي زوينين. وشكرا كاع الناس اللي تيدعمونا وتيديروا لنا كومونتيرات زوينين، وتنتمنى تستافدوا معايا شي حاجه. وراه ما تنبخل عليكم حتى بحاجه، داكشي اللي تنعرف ليه رانا تنوريه زعما في القناه، ما تنبخل حتى بحاجه. شكرا للناس القدام والجداد اللي انضموا لينا، شكرا بزاف. هذه الورده بغيت غير نوري لكم واحد الطريقه، واخا انا شارحه هي في واحد الفيديو، غير شي اخطاء انا كنت تنطيح فيهم يعني، وما بقيتش الحمد لله تنديرهم يعني. تنبغيكم نتوما تستافدوا منهم. تنهضر على المبتدئات، محترفات راه حتى حنا باقيين تنتعلموا منهم. اللهم لك الحمد، شي تيتعلم من شي. وكاع اللي عارف واحد الحاجه ووراها راه عنده فيها الاجر، يوريها بصدق. صافي غادي تندير فيهم هادو 13 غرام. الورده تندير فيها 13 غرام، والشهده تندير فيها 13 غرام. المهم انا على حسب هاد الطوابع اللي عندي، هذا هو الحجم اللي تندير فيهم. هذا تندير فيها 13 غرام. صافي تندوجو شويه في الطحين وتنبسطها وتنبرك. فاش تخرج ليا الزواقه تندورو، ما كنتش انا تندورو، كنت غير تنطبع وتنحيدو، تتجيني مائله من واحد البلاصه، ما تجيش متساويه الورده كامله. دابا منين تنبرك عليه كامل بيدي تجي الورده متساويه، ما تجيش الورده مائله من شي بلاصه. صافي تنقعد ليها شويه رويصاتها هكاك باش تجي مقعده، باش فاش طيب تبان الحلوه بانها راها مقاده مصايبه. صافي تندور هكا داك الطابع وتنبرك تاني بيدي هكاك. صافي تنخرجها، وضروري من هذاك التشكيل باش الحلوه تتقعد شويه تتجمع راسها. هذه الشهده خلاص اسهل ما يكون. هذه الحلوه اللي ما تعرفش كاع يتبع غير هاد التفاصيل ديالها سميتو، يشري هاد الطوابع ويخدم بهاد الطوابع لوليداتو يعني لدارو. راه ساهلين هادو، ساهلين. وراه يمكن تخدموا لي كوموند واخا تكونوا ما تتعرفوش لشي حاجه وشي حاجه تتعرفوا ليها، خدموا غير اللي تتعرفوا. المهم كانوا هادو هما 6 البلاطوات ديال واحد الخطوبه ديال واحد البنيه. الله يكمل على كاع بنيات المسلمين بالجو الصالح، والله يحفظكم وينوركم. وتنهدي لكم هاد الحلوه، تنهديها كاع المتتبعين ديالي ولعائلتي وكاع الناس اللي تيبغيوني. شكرا لكم بزاف، الله يعاون العوين.